اوعى تفتكر ان كل العرايس مجرد لعب، في عرايس وراها ارواح حقيقية. النهاردة هحكي لك عن مدرسة انجليزي من 100 سنة حولت الاطفال لعرايس بشرية. قصة هتخليك تبص لأي دمية في بيتك بخوف، وممكن كمان ما تنامش بالليل. سنة 1923 في قرية بسيطة، الناس كانوا فاكرين انهم اخيرا هيعيشوا في سلام بعد تعب طويل، لكن الحقيقة ان الهدوء ما استمرش. في وسط القرية كان في حاجة غريبة بتمشي بين البيوت، مش جوع ولا فقر، لكن لعنة محدش فاهم جت منين. القرية دي صغيرة جدا، بيوتها متلاصقة، الجدران حجرية ورطبة من المطر اللي ما بيقفش، والناس كلها عايشة ببساطة، لا يعرفوا طرف ولا مظاهر. بس رغم البساطة دي كان في سر اسود محدش قادر يفسره. السر كان مرتبط بست اسمها شارلي، مدرسة في دار أيتام متهالك. دار الأيتام دي كانت مؤسسة فقيرة جدا، الأطفال فيها بيمشوا حافين وبيتعلموا بالعافية الحروف، لكن جوه المكان ده، جوه الست دي بالتحديد، كان في ولع مش طبيعي، ولع بالدمى. شارلي قدام الناس كانت ست هادية الملامح، ما بتتكلمش كتير وشكلها عادي جدا، لكن العادي ده كان غطاء لضلمة محدش شاف زيها. كانت بتقضي وقتها كله في صناعة دمى غريبة الشكل، تحط فيها خصلات شعر، قطع قماش قديمة، وتحاول تديها روح مش موجودة. في البداية كانت بتقص شعر الأطفال في الفصل بحجة إنها عايزة منهم ذكرى، وكانت بتحتفظ بالخصلات دي بعناية كأنه كنز. الناس استغربت لكن سكتوا، قالوا يمكن مجرد دي عادة غريبة عندها. لكن شارلي ما اكتفتش، الهوس جواها كان أكبر من مجرد شوية شعر. هي كانت عايزة أكتر، كانت عايزة تحول الدمى لشيء واقعي جدا، حاجة فيها لمسة من الحياة نفسها. وبدأت تفكر، لو الشعر ممكن يخلي الدمية قريبة من الطفل، يبقى ليه ما نستخدمش أجزاء تانية تخليها أكثر صدقا. الأفكار بدأت صغيرة لكن كبرت بسرعة البرق، وكل يوم كانت بتسيطر عليها أكتر وأكتر. وهنا اتولدت الحكاية اللي خلت القرية دي كلها تعيش في كابوس. مع مرور الشهور هوس شارلي بالدمى بقى أكبر من أي وقت. ما بقتش تلاقي متعة في مجرد قص خصلة شعر أو خياطة فستان صغير، هي بقت عايزة تحس إنها بتخلق كائن جديد، حاجة بين الطفل الحقيقي والدمية. الأطفال المشردين في شوارع القرية كانوا كتير، أبناء علاقات غير شرعية أو ضحايا فقر، محدش بيسأل عنهم. ودي كانت فرصتها، كانت بتخرج تمشي في الشوارع الضلمة، تشوف طفل وحيد وتبدأ تحكي له عن دار الأيتام، عن الألعاب والكحك والحلويات، كلام أي طفل بيصدقه وبيجري وراه. أول خطوة كانت الاستدراج، الخطوة التانية إنها كانت تاخدهم بيتها. كانت بتقول للأطفال تعالوا نستحمى الأول قبل ما نروح الدار، لكن الحقيقة إن اللي كان بيدخل بيتها ما بيخرجش. أول طفل اختفى اسمه توماس، كان ولد ضعيف الجسم عنده 6 سنين، أهله رموه في الشارع، الناس افتكروا إنه هرب أو ضاع، لكن الحقيقة كانت أبشع. الليلة اللي دخل فيها توماس بيت شارلي كل حاجة كانت محسوبة. أول ما الولد قعد على الكرسي الخشب ضربته على دماغه بمطرقة، الصرخة اتسمعت في لحظة وبعدين سكتت بسرعة، والبيت رجع هادي كأنه ما حصلش حاجة. جوه أوضتها المظلمة كان في ترابيزة خشب مليانة أدوات غريبة، سكاكين صغيرة، إبر، خيوط، جرادل فيها مية ملونة بالأحمر. كل حاجة في الأوضة كانت شاهدة على أول خطوة من جنونها الحقيقي. هي ما كانتش بتقتل عشان متعة الدم، لأ، كانت بتشوف الأطفال مادة خام لفنها الملعون. كانت بتشيل الجلد زي ما الواحد بيشيل قماشة، تقطع بخيط وإبرة وتفرد القطع كأنها بتجهز فستان جديد. وفي الرف اللي جنبها كانت بتحط العيون، عيون زجاجية جنب عيون بشرية منزوعة، كلها مرصوصة في برطمانات صغيرة. لما تبص عليها بالليل بيبانوا كأنهم بيرمشوا في الضلمة. كل ده كان مجرد البداية، ولسه الناس في القرية ما يعرفوش إن طفل واحد بس هيبقى بداية لسلسلة طويلة من الاختفاءات تخلي القرية كلها تعيش في كابوس ما يتنسيش. الأيام عدت والست شارلي ما اكتفتش باللي عملته، بالعكس بقت أكتر جرأة وغموض. بقت بتنزل السوق وتضحك مع الأهالي كأنها ست طيبة وبتحب العيال، والناس كانت شايفاها مثال للرحمة، بس جوه قلبها كان في نوايا سودة محدش يقدر يتخيلها. الناس كانت بتفتكر إنها ملاك رحمة، لدرجة إن الأمهات نفسهم كانوا بيسيبوا عيالهم عندها بالساعات وهم مطمنين. لكن اللي محدش يعرفه إن في صناديق تحت البيت بتاعها محفورة زي المتاهة، مليانة صناديق قديمة ورفوف عليها دمى غريبة. الدمى دي ما كانتش مجرد لعب، كل واحدة فيهم كانت ليها قصة، وكانت مرسومة بملامح أطفال من القرية اختفوا
واختفت معاهم ضحكتهم. الوشوش الصغيرة على الدمى كانت واقعية لدرجة مرعبة، كأنها متاخدة من روح أو صورة، واللي يشوفها يحس إنها بتبص عليه وبتراقبه حتى في الضلمة. القرية ابتدت تلاحظ حاجة غريبة، أطفال صغار بيختفوا واحد ورا التاني من غير أي أثر، والناس كانت بتقول يمكن ضاعوا في الغابة أو حد خطفهم. الغريب بقى إن كل ما طفل يختفي يظهر بعد أيام دمية جديدة عند شارلي شكلها مطابق للطفل اللي اختفى بالظبط. الأهالي مخدوش بالهم في الأول لأنهم كانوا شايفينها ست طيبة، بس في واحدة من الأمهات قلبها كان موجوع دخلت بيت شارلي من غير ما تقول لحد. الست دي اتجمدت مكانها، شافت دمية بنتها بنفس الضحكة ونفس اللبس محطوطة وسط باقي العرايس المرعبة. من هنا ابتدت الشكوك تتحول لرعب، الناس بقت تهمس لبعض، هو معقول الدمى دي مش مجرد لعب؟ هو معقول أرواح عيالنا محبوسة فيها؟ كل ما الليل يسكن كان في ناس بيسمعوا صوت بكاء أطفال جاي من تحت بيتها، كأن الأرواح بتصرخ ومحبوسة جوه العرايس. الأهالي اجتمعوا في ساحة القرية وشكلهم كان مليان غضب وخوف في نفس الوقت. كانوا متأكدين إن البيت ده هو سر كل حاجة، وإن الست دي مخبية وراها بلاوي. الرجالة مسكوا عصيان ومشاعر وبدأوا يحاوطوا البيت، والأصوات ارتفعت: افتحي يا شارلي، فين عيالنا؟ بس شارلي ما كانتش خايفة، بالعكس ابتسمت ابتسامة غريبة وخرجت لهم وهي ماسكة واحدة من العرايس وقالت لهم بصوت بارد: هم ما ضاعوش، هم موجودين هنا وبيضحكوا معايا كل يوم. الناس اتجمدت لأنهم شافوا العروسة الصغيرة وهي بتحرك راسها فجأة كأنها بتبص للناس. واحد من الرجالة فقد أعصابه، جري عليها بالعصاية، لكن قبل ما يوصل لها النور كله اختفى والهواء اتقلب زوبعة سودة حوالين البيت، وصوت عيال كتير ملى المكان، عياط وصريخ بس من غير ما تشوف ولا طفل، مجرد أصوات جاية من العرايس اللي على الرفوف. الجو بقى تقيل كأن السما نفسها نزلت على القرية، والبيت بدأ يتهز تحت رجليهم، أصوات خشب بيتكسر وجدران بتتشقق. شارلي فضلت واقفة مبتسمة ماسكة العروسة اللي شبه بنتها وبتبص للناس بعيون ميتة وتقول: اتأخرتوا، خلاص بقوا جزء مني. فجأة الأرض اتفتحت تحت البيت زي حفرة سودة بلعت كل حاجة، وصرخات العيال طلعت من الدمى مع آخر نفس. الناس حاولوا يجروا بس ريحة حريقة غريبة ملت الجو، ريحة جلد محروق، خشب قديم تخلي أي حد يتنفس بالعافية. وبلمح البصر البيت كله اختفى، لا باقي منه لا حجر ولا خشب، بس أرض سودة عليها بقايا عرايس مكسورة وعيون زجاجية متبعترة في التراب. ومن اليوم ده محدش في القرية دي نام مرتاح، كانوا كل ليلة يسمعوا ضحك أطفال جاي من بعيد، واللي يجرؤ يعدي من عند الأرض دي يشوف عيون صغيرة منورة في الضلمة كأنها لسه بتستنى. والأغرب بعد سنين طويلة عرايس شبه اللي كانت بتعملها شارلي ظهرت في مزاد قديم، واللي اشتراها قال إنها بتتحرك لوحدها بالليل. والناس لحد النهاردة كل ما يشوفوا عروسة قديمة بوش غريب يفتكروا حكاية شارلي المدرسة اللي حولت البراءة الرعب وخدت ملامح الأطفال وحبستهم جوه وشوش دمى. ولو سمعت ضحكة صغيرة في الضلمة وانت لوحدك ممكن تكون دمية من دماها ولسه مستنياك.